بيبدأ فيلمنا مع شخص متشرد اسمه هانكوك، واللي بيكون عايش حياته في الشارع وطول الوقت سكران ونايم، وبيجيله طفل بيصحيه من النوم وبيشاور له على التلفزيون، وبيكون في أخبار عن مطاردة بين الشرطة وعصابة مسلحة. وعلى عكس اللي شايفينه ده، بيطلع إن هانكوك عنده قوة خارقة وبيطير في السماء علشان ينقذ الوضع ويمسك العصابة، لكن بسبب إنه شخص مستهتر ودايما سكران بيفضل يخبط في أي حاجة تقابله في طريقه، فبيدمر إشارات المرور وعربيات الشرطة، وده بيكلف الدولة خسائر بالملايين. لكن بيقدر هانكوك يوصل للعصابة ويركب معاهم ويفضلوا يضربوا عليه نار، لكن الرصاص ما بيكونش بيأثر فيه، والطلقات بتيجي في ازازة الخمرة والنضارة وبيتكسروا، وده بقى اللي بيضايق هانكوك جدا وبيتعصب، وبيضرب رجله في الأرض عشان يوقف العربية ويدمر الطريق، وبيشيل العربية بالعصابة في الهواء وبيفضل يخبطها في المباني، وفي الآخر بيرشقها في برج إذاعي ويسيبهم متعلقين وبيمشي. وبسبب اللي بيعمله ده بيبقى مكروه بين الشرطة والناس، وشايفين إنه بيدمر المدينة وكل مكان بيروحه بيخليه فوضى. وعلى الرغم إنه مسك العصابة، إلا إنه كلف الدولة خسائر ب9 مليون دولار. وبنروح لشخص اسمه أنديرو، ده شغال مستشار في العلاقات العامة، ووظيفته بتبقى عبارة عن تحسين صورة الشركات قدام المجتمع، فبيحاول يعرض على المستثمرين خطة تسويقية شعارها قلب أحمر، لكنهم بيرفضوها لما بيعرفوا إنهم هيبيعوا المنتجات مجانا كنوع من أنواع الأعمال الخيرية. بعدها بيمشي أنديرو وهو محبط وحاسس بالفشل، وبيبقى فيه زحمة مرور والطريق واقف من كل اتجاه، وبيكتشف إنه واقف على سكة حديد والقطر جاي ناحيته، فبيحاول يتحرك بالعربية لكن ما بيكونش في فايدة. وفجأة بيظهر هانكوك في الوقت المناسب وبيشيل عربيته وبيرميها بعيد، وبيقف بجسمه قدام القطر علشان يوقفه، وبعد ما القطر خبط فيه بيخرج منه سليم وأكنه قطر لعبة. وفجأة بيقع القطر من على السكة الحديد وكل حاجة بتتدمر كالعادة، والناس بيبقوا متضايقين من اللي عمله وبيزعقوا له بسبب غبائه، وبيقولوا له إنه ممكن كان يشيل العربية من قدام القطر بكل سهولة، لكن هانكوك بيرد عليهم بكل برود وأكنه ما عملش حاجة. لكن في الوقت ده بيتدخل أنديرو وبيحاول يهدي الناس، وبيقول لهم إن برغم اللي حصل سبب كارثة، إلا إني هرجع لبيتي وهشوف ابني تاني بسبب هانكوك. بعدها بيوصلوا هانكوك للبيت طيران علشان عربيته اللي باظت، وهناك بيقابل ماري مرات أنديرو وابنه أرين، وبتبص ماري هانكوك أكنها بتشبه عليه، ولما بيعزموا أنديرو بيبان عليها انها مش مرتاحه وقلقانه من حاجه، وبيقعدوا ياكلوا مع بعض وبتفضل ماري تبص له باستغراب. وفي نهايه اليوم بيقول انديرو لهانكوك انه شغال في العلاقات العامه، وبيعرض عليه انه يساعده في تحسين صورته قدام الناس، لكنه بيرفض، وبيحاول انديرو معاه تاني وبيديله الكارت بتاعه في حاله لو غير رايه يعني. وبالليل بيتكلم انديرو مع مراته وبيدافع عن هانكوك، وبيقول لها انه مش محتاج اكتر من ان الناس تهتم بيه وتقدره. وفي نفس الوقت بيكون هانكوك قاعد فوق بيتهم وسمع كلامهم، وبسبب كده بيروح تاني يوم لأنديرو علشان يقول له انه موافق، ولما بيوصل بينزل على الارض بقوه، فبيشتموا طفل من اللي بيلعبوا في الشارع، وساعتها بيتنرفز وبيحدفه في السماء بكل قوته. وفي الوقت ده بيخرج أنديرو من البيت وبيستقبل هانكوك وبيشكره انه وافق على عرضه، لكن قبل ما يدخل البيت بيلحق الطفل قبل ما يقع على الارض، فبيتفاجئ أنديرو من اللي حصل وبيفهمه ان اللي عمله ده غلط وهيخلي الناس تكرهه اكتر. بعدها بيدخلوا البيت وبيعرض عليه مجموعه من الفيديوهات اللي بيظهر فيها وهو بيدمر المدينة، وبيقول له على الرغم انه بيحاول يساعد الناس، الا انه بيبوظ اللي بيعمله من الناحية التانية، وده بيخلي الناس تكرهه بدل ما تحبه وتحترمه. وعلشان كده بيفهمه انه لازم يغير من سلوكه والا هيفضل مكروه. وساعتها بتوصل ماري وبيتفرجوا كلهم على الاخبار، وبيعرفوا ان هانكوك مطلوب القبض عليه بتهم كتير، وبيبان وقتها ان ماري مبسوطة جدا من الخبر، فبيعرفهم ان محدش يقدر يجي جنبه او يسجنه. لكن انديرو بيكون ليه رأي تاني وبيقول له انه لازم يسلم نفسه ويتسجن لفترة قليلة، وبكده الناس هتحبه وتحترمه، وبيعرفوا ان الناس هتعرف قيمته وهيطلبوه انه يرجع من تاني، وان في اسوأ الحالات لو ده ما حصلش ممكن تخرج من السجن بالقوة وقت ما تحب. ساعتها بيقتنع بكلامه وبيحضر مؤتمر بيعلن فيه انه قرر يسلم نفسه، وانه كمان بيعتذر عن اي تصرف سيء عمله الفترة اللي فاتت، وبيعرفهم انه خلال فترة سجنه هيتعلم يسيطر على غضبه ويبطل كحول. في الوقت ده بتكون ماري بتتابع المؤتمر على التلفزيون وبيبقى واضح انها متضايقه. بعد كده بيدخل هانكوك السجن، وهناك بيقابل مجموعه كبيره من المجرمين واللي بيكونوا متضايقين منه وبيعترضوا طريقه، وبنعرف انه كان السبب في ان معظمهم يدخلوا السجن، وعلشان كده عايزين ينتقموا منه. لكن وقتها بيحاول يتملك اعصابه ويبعد عنهم، ولما بيحاصروه بيلاقي ان مفيش فايده، فبيضطر يضرب واحد منهم بقوه
علشان يخوف باقي المساجين. بعدها أندرو بيروح له السجن وبيقول له إنه عرف اللي عمله وإنه لازم يسيطر على أعصابه أكتر من كده، وبيعرفه إنه اتحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنين. فبيتعصب هانكوك وبيقرر يخرج من السجن حالا، وفعلا بيكسر الباب ويخرج منه، لكن أندرو بيقف قدامه وبيمنعه وبيعرفه إنه لو عمل كده هيبوظ خطته. فبيقنعه إنه يستنى شوية كمان ومتأكد إنه ما يحتاجوله في أقرب وقت، وفعلا بيقتنع بكلامه وبدأ يتأقلم على الحياة في السجن. فبيلعب السلة مع المساجين وبيحضر جلسات علاج الكحول والتحكم في الغضب، لكن بيرفض يشارك معاهم وبيكتفي إنه يسمعهم بس. وكل يوم بيروح له أندرو بيعلمه يتعامل إزاي في المواقف وينبهه إنه ما يدمرش المباني ولا الطرق. وبنشوف في الأخبار إن الجرائم زادت في المدينة بنسبة 30% بعد ما هانكوك دخل السجن. وبعد كام يوم أندرو بيجيب بدلة لهانكوك علشان يلبسها لما يتصدى للمجرمين، وده علشان يظهر بشكل البطل الخارق والناس تحبه. وفي يوم بيكون بيلعب كرة السلة والكرة بتخرج بره سور السجن، فبيطير علشان يجيبها، لكن وقتها الحرس بيفتكروا انه هيهرب لكن بيرجع تاني. ومع الوقت بيبتدي هانكوك يكون اجتماعي اكتر وبيشارك في جلسات العلاج وزمايله بيحيوه، وبيحس لأول مرة ان الناس بتتقبله. وفي يوم بيكون نايم وبيجي الحرس وبيقول له ان رئيس الشرطة محتاجه في مهمة، وبتكون التصدي لعصابة بتسرق بنك وحاجزة مجموعة من الرهاين. فبيلبس البدلة بتاعته وبينطلق لمكان البنك، وبيقدر ينزل على الأرض من غير ما يدمر حاجة. وبيبدأ رئيس الشرطة يشرح له الوضع وبيعرفه إن العصابة مسلحة ومحتجزين 10 رهاين ولافين حواليهم قنابل، وبينبهوا إن الوضع خطير وإن في شرطية مصابة وإنه لازم ينقذ الرهاين ويقبض على العصابة من غير أي خسائر. فبيروح الأول ينقذ الشرطية ويبعدها عن المنطقة، بعد كده يبدأ مهمته ويتخلص من أفراد العصابة واحد ورا التاني. وبيبقى زعيم العصابة واللي اسمه ريد واقف مصدوم ورجالته بتختفي من حواليه لحد ما هانكوك بيخلص عليه وما بيبقاش فاضل غير ريد. فبيطلب منه إنه يسلم نفسه بكل هدوء، لكن بيرفض وبيأمره يفتح الخزنة وإلا هيفكر الرهاين. وساعتها هانكوك بيفك غطا الباكورد وبيسنها بضوافره وبيخليها حادة زي السكينة أو بيحدفها عليه، فبتقطع إيده اللي ماسك بيها ريموت القنابل. بعدها بيحرر الرهاين ويروح يسلم ريد لرئيس الشرطة، وبيتفاجئ إن كل الناس بتحييه وبتهتف له، وبيكون أندرو شايف كل اللي بيحصل على التلفزيون وبيبقى مبسوط جدا. وبعدها بياخد مراته ماري وهانكوك وبيروح يتعشوا في مطعم احتفالا بنجاحهم، وهناك بيحكي لهم هانكوك عن قوته الخارقة وبيقول لهم إنه مش فاكر هو اكتسب القوة دي إزاي، لكن فاكر إن من 80 سنة صح لقى نفسه في مستشفى وكان فاقد الوعي، واكتشف إنه ما بيكبرش أبدا في السن. وبيقول لهم إنه ما يعرفش أي معلومات عن نفسه، حتى اسمه الممرضة هي اللي اختارته له. وماري بتبقى متأثرة جدا بكلامه وبتعيط. وفي نهاية اليوم هانكوك بيوصل أندرو لأوضته اللي كان سكران وينزل يسلم على ماري قبل ما يمشي، وبيبقى عايز يعرف سر تصرفاتها معاه من أول ما شافته، لكن هي لما بتحس إنها هتضعف قدامه بتضربه بكل قوتها وبترميه بره البيت. وهنا بنكتشف إن ماري عندها نفس القوة اللي عنده، فبتحذره ما يجيبش سيرة لأندرو عن اللي شافه. وساعتها بيمشي هانكوك وهو مصدوم ومش فاهم حاجة. وتاني يوم لما بيصحى أندرو بيشوف البيت متدمر، فبتبرر ماري اللي حصل وبتقوله إن هانكوك عطس عطسة شديدة شوية. وفي الوقت ده بيوصل هانكوك وبتفهمه ماري إنه ما ينفعش يغطس في البيت تاني، فبيمثل إنه غطس فعلا وبيجاريها في الكلام. في الوقت ده بتيجي مكالمة لأندرو وبيحاول هانكوك يغرس الشوكة في جسم ماري، لكن الشوكة بتتكسر وبيضربها على دماغها بعصاية وما بتحسش بيها، وبيهددها إنها لو ما قالتلوش الحقيقة هيقول لأندرو على سرها. في الوقت ده بنشوف زعيم العصابة ريد قاعد في السجن مع 2 مجرمين وبيتفق معاهم إنهم هينتقموا من هانكوك. وبعد كام ساعة بتروح ماري تقابل هانكوك، بتعرفه إن هما الاتنين من نفس الجنس وإن مفيش حد شبههم، وبتقوله إن بقالهم 1000 سنة عايشين وإنهم 3 إخوات، لكن ما بيكونش مصدق كلامها وبيقول لها إنها بتكذب. وبيقرر إنه يروح لأندرو ويعرفه سر مراته، لكن بيوصلوا المدينة وبيفضلوا يضربوا في بعض ويدمروا كل حاجة حواليهم. وفي اللحظة دي بتقوم عاصفة قوية جدا بسبب تجمع قوتهم هما الاتنين، وساعتها بتضرب هانكوك بمقطورة عملاقة. وفي نفس الوقت بيكون أندرو في مكتبه وبيلاحظ العاصفة حواليه، وبيعتذر هانكوك لماري عن أي حاجة عملها على الرغم إنه مش فاكر حاجة خالص. وفجأة أندرو بيشوفهم وبيكتشف حقيقة مراته، وبعدها بيتجمعوا في البيت وماري بتشرح لأندرو الوضع
ده، وبتقوله إن هي وهانكوك كانوا متجوزين من آلاف السنين لكنهم اتفصلوا، وبتعرفوا إنها كانت بتحاول تبعد عنه دايما، لكن بطبيعة جنسهم مهما بعدوا بيقربوا من بعض من تاني. فبيمشي هانكوك وهو متضايق وبيروح يشتري كحول من الماركت، وهناك بيشوف الأخبار إن ريد قدر يهرب من السجن، وصاحب المحل بيشاور له إنه في خطر، فبيفهم إن في مجرم ناحيته بيهدده بالسلاح، وبيدخل له هانكوك وبيخلص عليه، لكن بيلاحظ إنه اتصاب برصاصة وبينزف. بيبقى مستغرب لأنه أول مرة يتصاب بجرح، وساعتها بيتم نقله للمستشفى بعد ما فقد الوعي. وهناك بتزوره ماري وبتطمن عليه وبتفهمه إنه حصل له كده بسبب إنهم قربوا من بعض، وإن قوتهم بتقل وبيبقوا طبيعيين زي البشر لما بيكونوا جنب بعض، وإن دي مش أول مرة تحصل. وبتبدأ تشرح له كل جرح في جسمه اتصابوا إزاي، وبتعرفه إن هم تعرضوا لهجوم قوي سبب له كسر في جمجمته، وده خلاه يفقد الذاكرة، وعلشان كده قررت إنها تبعد علشان تنقذ حياته. في الوقت ده بيوصل أندرو وابنه، ولما بيشوفهم يسيبهم لوحدهم، وفجأة بيظهر ريد وعصابته في المستشفى، وبيوصلوا لغرفة هانكوك، ولما بيحاولوا يضربوا عليه نار عشان يقتلوه بتقف ماري قدامهم وبيجي رصاص فيها، فبيضرب هانكوك العصابة بالسرير وبيبعد ماري عنهم، وبيبدأ يضربهم واحد ورا التاني ويرميهم من الشباك، وبيطلب من ماري وأندرو يفضلوا مستخبيين بعيد، وبيفضل هانكوك وماري يتكلموا لأنهم قريبين من بعض. وساعتها بيجي ريد وبيضربه بالنار من ظهره، لكن فجأة بيجي أندرو وبيقطع إيده التانية وبينقذ هانكوك، فبيقوم وقتها وبيفضل يعافر علشان يبعد عن المستشفى، وبينط من الشباك وبيطير بصعوبة، وبيحاول وقتها انه يبعد على قد ما يقدر علشان حالة ماري تتحسن وتخف. وبعد ما بيطير المسافة المناسبة بتقدر ماري تستعيد قوتها من تاني، وهو كمان بيرجع له قوته زي الأول. وبعد شهر بنشوف ماري وأندرو والطفل وهما بيتمشوا في الحديقة، وبيتصل هانكوك علشان يطمن عليهم، وبنعرف انه بقى عايش في مدينة تانية بعيد عنهم وبيساعد الناس وبيحميهم، وبيقول له انه عامل له مفاجأة، وبيطلب منه انه يبص للقمر، ولما بيبص للقمر بيشوف شعار القلب بتاع الفكرة الخيرية بتاعته محفورة عليه، وبيشكره هانكوك على اللي عمله معاه، وبيقول له انه هيغير العالم للافضل بفكرته. ودي كانت نهاية فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات. اشوفك الفيلم الجاي، سلام.